مساء الخير. خلونا نبدأ المرة دي بأخبار حلوة ومبهجة وبعدين نخش في المشاكل. ما هو الواحد برضه نفسه يسمع أخبار سعيدة كده، مش كله هم يعني. تعالوا نبدأ الأول بأخبار نجومنا اللي بيسعدونا، وبعدين نختم بأخبار حكومتنا اللي بتتعسنا وتنكد علينا. طبعا كلنا عرفنا وتابعنا إن نجمنا الجميل محمد صلاح وصل بالفعل مدينة طرابزون عشان يبدأ رحلته في الدوري التركي مع نادي طرابزون سبورت. عقد محمد صلاح قيمته 17 مليون يورو، غير الحوافز طبعا والمكافآت ونسبة من المبيعات. عايز اقول لكم ان نادي طرابزون حقق خلال ال3 ايام اللي فاتت بس مكاسب تقدر ب 12 مليون يورو من مبيعات تذاكر الموسم وقمصان محمد صلاح حسب قناة اتش تي سبور التركية. لو مش مصدقين تعالوا اوريكم زحمة متجر طرابزون بعد وصول محمد صلاح. شفتوا لحم ازاي؟ ولسه اللي جاي لهم اكتر. طبعا الاستقبال كان خرافي من اول ما صلاح نزل مطار طرابزون لغايه حفل الاستقبال الرائع اللي اتعمله في استاد طرابزون. اتضح ان الجمهور التركي مجنون كوره اكتر من جمهور ليفربول على فكره. شوفوا لابسين صوره محمد صلاح على وشهم ازاي. Allah. Oğlum siz kafaya mı yediniz abi nedir? Abi selamun aleyküm, bir tane parlament verir misin? Buyur kardeşim. Allah Allah ya bunlar kafaya yemişler ya. ده طبعا غير الموزز التركيات بتوع طرابزون اللي طايرين من الفرحه بيه. Heyecanlanıyoruz bu akşam valla. Yatırıp kaldıracak Muhammed Salah. Fener'e Cimboma'da kakalaga sakla. Şampiyon yap bizi Muhammed Salah. Çıldır bizi delik bizi Muhammed Salah. Şampiyon olacağız Muhammed Salah. Heyecanlanıyoruz bu akşam valla. Yatırıp kaldıracak Muhammed Salah. Fener'e Cimboma'da kakalaga sakla. Şampiyon yap bizi Muhammed Salah. Çıldır bizi delik bizi Muhammed Salah. Şampiyon olacağız. Trabzon, are you ready? We can hear you. See you very soon. Bize her yer Trabzon. طب والنبي لو كان راح الاتحاد ولا الهلال ولا النصر بتوع السعوديه كان هيلاقي موزز زي دول يشجعوه؟ ولا استقبال زي ده؟ ما كانش هيلاقي الا تركي الشيخ والحاشيه بتاعته. وانتوا عارفين الباقي بقى، ما بيحترموش حد، فاكرين انهم يقدروا يشتروا اي حد بفلوسهم.
عشان كده كان احسن قرار خده محمد صلاح انه بعد تماما عن انديه الجماعه البدو دول وفضل في اوروبا. على الاقل ممكن يدخل دوري ابطال اوروبا ولا حتى الدوري الاوروبي. انما لو هناك كان هيعمل ايه؟ ما رونالدو دفن نفسه بالحياه هناك خلاص. كنت عايز اوريكم حاجه مهمه كمان. طبعا احنا عارفين ان نادي بشكتاش التركي كان عايز ياخد محمد صلاح هو كمان، وكان في صراع عليه مع طرابزون سبورت. تعالوا اوريكم جمهور بشكتاش استقبل احتفال طرابزون بانضمام صلاح ازاي. اظرف حاجه بقى حصلت ان رئيس البلديه استقبل محمد صلاح واداله هديه غريبه قوي. اداله مجموعه سكاكين وسيف. قال له احتفظ بالسيف وادي سكاكين للمدام تستعملهم في المطبخ. تحس كده انها هديه دمويه. بس الفكره ان المدينه مشهوره بصناعه السكاكين والاسلحه البيضاء وبتصدرها لدول اوروبا كمان. بس صلاح هيقيم فين بقى؟ صلاح هيقيم في فيلا كبيرة أو هي تعتبر قصر صغير في منطقة يالينجا الراقية. الفيلا 4 أدوار، مساحتها 975 متر، فيها 6 غرف وصالونين و6 حمامات وبيسين وساونا وغرفة رياضية وحديقة شتوية وغرفة سينما. قال صلاح ممكن توصل طرابزون قريب جدا في خلال ايام عشان تبقى معاه. طبعا نتمنى له كل التوفيق ويفضل مشرفنا دايما، وبكده هيجبرنا ان احنا نتابع الدوري التركي بقى. الخبر الحلو التاني ان اخيرا شيرين عبد الوهاب رجعت لجمهورها في اول حفله ليها في الساحل الشمالي بعد غياب اكتر من سنه ونص. الاعلاميه بسمة وهبه هي اللي قدمتها على المسرح وهي حافيه، قلعت الشبشب عشان تعرف ترقص وتتنطط. عايز يقلع الشبشب يعمل كده حتى يعني عشان نعرف ايه نتنطط. عايزه صرخه كبيره لشيرين. شيرين عايشه جوانا. اقول لكم اسالكم سؤال وتجاوبوني بصراحه يا شباب. السؤال ده ليكم، هتجاوبوا بصراحه. مين ما سمعش اغاني حب لشيرين وما حبش معاها؟ ولا لا؟ والشجن والدموع والحزن على الغالي اللي راح، كل ده بنعيشه مع النجمه شيرين. اول كلمه شيرين نطقتها على المسرح كانت يا لهوي. بس انا عايزكم تسمعوا الكلام اللي بعد يا لهوي، وخصوصا رضاها لما جمهورها قالها انت صوت مصر. يا لهوي، ايه جمالكم، ايه حلاوتكم دي. بحبكم وربنا يخليكم ليا كلكم. صوت مصر. ماشي كلنا صوت مصر. حبيبي يا حبايبي. هتجننوني. حبايب قلبي ربنا يخليكم. انتوا بتحسونا اكتر. الدنيا من غيركم وحشه قوي. يلا بص شوف شيرين بتعمل ايه. بص شوف شيرين بتعمل ايه. بص شوف شيرين بتعمل ايه.
الحفلة حضرها عدد كبير من الفنانات محبي شيرين، اللي كان منهم إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي وغادة عبد الرازق. نيجي بقى على موضوع الساعة، وهو فضايح شركات الاتصالات اللي طالقة موظفينها يسجلوا خطوط بأسماء مزورة عشان يحققوا التارجت وطز في الناس، يروحوا في داهية، يلبسوا قواضي، يخشوا السجن، مفيش مشكلة. طبعا كلنا فاكرين قصة الشاب الصغير اللي اسمه عمرو عمارة اللي عنده 19 سنة، اللي لبس قضية مخدرات واتحكم عليه يعني بالمؤبد 25 سنة سجن، واتأيد الحكم كمان في الاستئناف، ومبقاش قدامه غير الطعن. والله أعلم نتيجته تطلع ايه. كل ده بسبب ان هو سجل رقم باسمه عشان اخت صاحبه اللي شغالة في شركة اتصالات تحقق التارجت. تعالى افكركم بالقصة. الخير، الفيديو ده لو ظهر لكم هيبقى انا في خبر كان او مستقبلي ضاع. انا اسمي عمرو عبد الحكيم محمد ابراهيم عماره من محافظه الشرقيه مدينه ابو كبير في كليه حاسبات ومعلومات. في سنه 2024 كلمني واحد صاحبي اسمه ابراهيم عبد البديع شعلان، قال لي هات بطاقتك وتعالى لي عندي فرع اتصالات. رحت عند الفرع، قال لي انا اختي شغاله في الفرع جوه، عايزك تطلع خط ليها عشان تحقق تارجت، وانا ما سلمتش الخط ده. جه بعد 7 اشهر قال لي روح لاختي عشان تقفل لك الخط ده. جينا الاسبوع اللي فات 2 مخبرين بيخبطوا على البيت بيسالوا فين عمرو عبد الحكيم. البيت بيسال فيه ايه، بعتنا المحامي، عرفنا التفاصيل، عرفنا ان 2 سواقين ممسوكين بعربيه بصل، وجوه البصل مخدرات في النفق الشهيد احمد حمدي في السويس. عملوا قضيه واللي يثبت ادانتي الخط ده. مكتوب في القضيه ان انا عندي مزرعه بصل، ان انا صاحب مزرعه بصل، وان انا بتاجر في المخدرات. ده كله بسبب الخط اللي اخت واحد صاحبي عملته لي، هي اسمها رانيا عبد البديع شعلان، محكوم في القضيه دي 25 سنه مؤبد بسبب خط. انا دلوقتي مستقبلي ضاع. انا اليوم ده كان يوم 30 مايو، كنت في اسكندريه مع اهلي، ومعايا الصور ومعايا الحاجات اللي تثبت ادانتي وبراءتي. وقبلها بيوم كان يوم 29 مايو، كنت في كليه حاسبات ومعلومات، كان عندي امتحان. انا دلوقتي محكوم عليا خط بسبب خط، انا معرفش الخط ده راح فين ولا وديته فين ولا عمل بيه ايه، انا معرفش. انا دلوقتي راح اسلم نفسي، معرفش هيثبت براءتي او انا هلبس القضيه دي. انا بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناشد رئيس الوزراء ان هم يقفوا جنبي. طيب هنقول ان عمرو ده غلطان انه سجل خط باسمه وما استلموش وسابه للموظفه تديه لاي حد. طب ايه رايكم بقى ان اعداد كبيره جدا من الناس بتسجل خطوط باسمهم من غير ما يعرفوا اصلا؟ يعني بالبلدي كده في عقود مزوره طالعه من شركات الاتصالات. ما هو ده اسمه تزوير. الاعلاميه هالة سرحان كاتبه بوست على حسابها على اكس بتقول فيه: اورنج، انا طول النهار تجيني رسايل على رقم من محافظات مصر ومدنها اللي عمري للاسف ما قمت بزيارتها في حياتي، ويطالب بمخالفات بالاف على رقم عربيات عمري ما شفتها برضه في حياتي. مش ذنب اداره المرور ولا الشرطه، ده ذنب الموظف اللي بيفرق رقمي زي الكوتشينه. انا هكشف لا يكونوا باعوا رقم. طب تعالوا نسمع الاخت دي كمان بتقول ايه. طب يا جماعة، عشان انا ما كانش عندي ادنى فكرة بموضوع الخطوط اللي متسجلة باسمائنا واحنا ما نعرفش دي، انا النهاردة رايحة فرع فودافون عادي جدا اشتري خط لبنتي عادي بمنتهى البراءة اللي في الدنيا، وما كنتش اعرف حوار الخطوط اللي بالصدفة داير على النت ده غير بعد ما رجعت. فالست اللي هي هتجيب لي الخط بتقولي: هو انت عندك كام خط باسمك؟ قلت لها 3، على اساس ان هم دول الخطوط اللي انا شارياها بعقود ببطاقتي بمسجلاها. قالت لي: ازاي انت في 9 خطوط باسمك؟ 9 خطوط باسمي. طلعت لي الورقه دي، طبعا اخر رقم اللي مخبياه ده بتاعي. كل الخطوط دي انا معرفش عنها حاجه، انا ما اشتريتهاش، طالعه من فروع بعيد عني ومش بروحها، مشريه ببطاقتي، العقد باسمي، الخطوط دي متسجله باسمي، يعني انا صاحبه الخط قدام الحكومه. لو صاحب الخط ده عمل بيه اي مصيبه ايا كانت هي ايه، المصيبه بقى مش هنا خالص. يعني انا قلت لها افلام كل الخطوط اللي جنبها سهم دي انا معرفش عنها حاجه، انا معرفش عنها اي حاجه، وطالعين كلهم في نفس اليوم من فرع انا ما بروحوش وبعيد عني جدا. المصيبه بقى مش هنا، المصيبه طبعا انا قفلتهم كلهم
مصيبة في رد البنت لما قلت لها ده ايه، انا محتاجة تفسير ومحتاجة شكوى ومحتاجة عقود الخطوط دي ومحتاجة اعرف مين طلعهم ببطاقتي. انا بطاقتي ما بدياش لحد. هي كانت بتحاول تقنعني ان انا سايبة بطاقتي مع حد هو اللي عمل كده. حتى لو سايبه بطاقتي مع حد، انا الشخص نفسي اللي المفروض اشتري الخطوط انا مش موجوده. كان ردها بصراحه يعني هي عايزه تتحاكم قبل الناس اللي انا هعمل فيهم شكوى وهقضيهم. كانت مشكلتي في ردها ان هي قالت لي هو اكيد اللي عمل كده موظف حب يجامل واحد، يعني اكيد مش قصده يأذيكي. بجد 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 يعني هو بيجامله فبيديله 5 خطوط يطلعوا في نفس اليوم باسمي متسجلين عندي. اي مصيبة تحصل بالخطوط دي بقى، جريمة قتل، سرقة، نهب، نصب، تهريب، اي حاجة، انا اللي البسها واتسجن يعني. بجد بجد كلكم انزلوا. انا طلعت بعدها على فرع اتصالات عشان اتاكد، يعني كلكم انزلوا الفروع شيكوا او انا قريت دلوقتي ان في ويب سايت تقريبا بتدخلي الرقم القومي وبيقولك، وشوفوا في الخطوط اللي باسمائكم دي كارثه يا جماعه، دي كارثه. المصيبه بقى انها بتقول انها قفلتهم كلهم. ما هو معنى انك قفلتيهم انك بتقر ان الخطوط دي ملكك، وعشان كده قدرتي تقفليهم. طب لو كان حد من الحائزين على الخطوط دي استعملوا في ارتكاب جريمه، هيبقى ايه موقفك؟ طبعا غلط كبير جدا انك تقفلي الخطوط. المفروض تروحي تعملي محضر رسمي في الاسم ضد الشركه وتتهميهم بالتزوير عشان تخرجي نفسك من اي مشكله ممكن تكون حصلت قبل كده. موضوع كارثي يدل على عشوائيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزاره الاتصالات، التابع رئيس مجلس الوزراء السيد مدبولي، اللي حكومته كل همها بس لم الدولارات وحلب الفلوس من المواطنين علشان تسديد الديون اللي عكونا فيها من غير اي ذنب. الجهاز القومي للاتصالات اللي نايم على ودانه ده بيشتغل لخدمة شركات الاتصالات مش لخدمة المواطنين. كل وظيفته رفع اسعار الانترنت، رفع اسعار الخطوط الارضية، تحصيل ضريبة على الموبايلات اللي جاية من بره، ابتكار رسوم وضرائب جديدة تتحمل على المواطنين، وهكذا. قاعدين يوميا يعملوا برين ستورمينج يلموا فلوس ازاي وبس. انما يشوف مصلحة المواطن ويراقب شغل الشركات العشوائي ده، لا طبعا. طالما الشركات بتكسب مكاسب بالهبل وبتدفع ضرائب للحكومة، هيراقبهم ليه؟ هم عاملين ابلكيشن اسمه ارقامي او ماي نترا NTRA. المفروض كلنا ننزله من بلاي ستور على جهازنا ونسجل فيه، وبعد ما الشخص يسجل يقدر يشوف كل الخطوط اللي باسمه في جميع شركات الاتصالات في مصر. انا حاولت اسجل فيه بس منفعش، بيقولوا انه كان عليه ترافيك عالي عشان كده اتعطل، بس بيقولوا ان هم صلحوه، بس انا ما حاولتش تاني بصراحه. طبعا لو ما كانش اتصلح فهنلاقي ملايين من البشر واقفين طوابير من الصبح على مكاتب شركات الاتصالات زي طوابير الجمعيه، ونرجع تاني للعصر الحجري بسبب فشل وزاره الاتصالات في تصليح حته ابلكيشن ممكن يعملوا اي هاوي على الانترنت. المهم بعد الاحداث دي كلها كان المفروض ان وزاره الاتصالات تطلع ترد وتطمن الناس وتاخد موقف من المهازل اللي بتحصل دي، لكن فين وفين على ما طلع رد منهم. نقلته القاهره 24 بيقول غرامات وقف للخطوط، اجراءات حاسمه للقضاء على التلاعب بشرائح المحمول، وقف الخطوط غير المحدثه او غير المثبت ملكيتها فورا، بدء تحديث بيانات فئه من الخطوط المشكوك فيها اعتبارا من الاسبوع المقبل. شركات المحمول تلتزم بتحديث دوري لبيانات العملاء. غرامات على الشركات حال تسجيل خطوط او محافظ الكترونيه باسماء غير اصحابها. غرامات ايه يا جماعه؟ دي جرائم تزوير. انا اعتقد ولو اني مش قانوني ان اي مواطن متضرر يقدر يرفع قضيه تزوير بكل سهوله على الشركه اللي استغلت اسمه دي ويكسبها ويطالب بتعويض كمان. انا عايز اسالك على فكره، لو انت من ضمن الناس اللي طلعت خطوط باسمهم بدون علمهم، هتطالب بتعويض ولا هتطنش؟